بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حاجة كده بنشتريها بالغالي، وصدقيني كل اللي أنا دفعت فيه هي 20 جنيه بس، وعملت كمية كبيرة من أحلى طحينة. إيه اللي يخلينا بقى نشتريه بالغالي ولو انت تقدري تعمليها في قلب البيت بأرخص تمن؟ أول حاجة أنا اشتريت 8 كيلو من السمسم المتحمص، يعني بمقدار 125 جرام، ب20 جنيه بالظبط. صدقيني هتعملي أحسن طحينة في البيت. أهم حاجة أنا هنا جايباها متحمص، وبصراحة كان صابح. سواء لو جايباه بقى اللي هو الابيض اللي هو الني، او جايباه بردك اللي هو المتحمص وكان موجود عندك في قلب البيت، بس تديه بس كده تحميصه في قلب الطاسه على النار، نطلع الرطوبه. بعد كده هحطه في قلب المطحنه، وبعد كده هطحنه في مطحنه التوابل يبقى معايا ناعم خالص كده بودره. هنا معايا ال 125 جرام اللي هو 8 كيلو من السمسم المطحون، ومعايا كوبايه من الدقيق، ومعايا كوبايه من الزيت، بس مش هناخد الكوبايه دي كلها. حطيت هنا معلقتين كبار في شفشق الخلاط اللي هو العادي خالص، وبعد كده حطيت ال 125 جرام من السمسم المطحون، وحطيت كوبايه الدقيق، وحطيت معلقتين كبار من الزيت، وبضرب كده في الخلاط ويتضرب معانا بكل سهوله. طيب انا لو حسيت هنا ان هو تقيل قوي وحبيت ان انا اخفف، بضيف من الزيت، ان هو ممكن ياخد نص كوبايه زيت، يعني ممكن ما تاخدش كوبايه الزيت الكامله، بس انا بقول هنا كوبايه زيت بحيث ان هو لو احتاج معانا كده او كده. وحطيت كمان هنا رشه من الملح، وكل ده بيتضرب في قلب الخلاط. هو على فكره في ثواني بيبتدي يتضرب معاكي، ونحن اصلا كده كده طحنين السمسم قبل كده. وبصوا اتعملت معانا الطحينه اهي، وانا حطيتها هنا في قلب البرطمان، وشوفوا البرطمان اتملى هنا على الاخر، ولسه معايا تاني في شفشق الخلاط. بصوا الطحينه شكلها بيضه، وصدقيني احلى من اللي بتجيبيها من بره بالظبط. على الاقل حاجه انت ضمناها، وعملت لك كميه كمان كبيره من غير، يعني احنا كده وفرنا كمان فلوسنا. دي كانت حلقتنا النهارده عن الطحينه الخام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.